تعال اقول لك مصر قدمت ايه للدين الاسلامي، ولو لقيت اي مكان في العالم قدم ربع اللي قدمته يبقى لك الكلام. زمان كان عندنا حاجه اسمها الدوله العباسيه. الدوله العباسيه دي انتهت على ايد المغول، والخليفه نفسه مات تحت رجليهم. خلصوا على كل حاجه في طريقهم، وعد معايا كده وقعوا كام دوله قبل ما يوصلوا لمصر. الدوله الخوارزميه بكل المدن بتاعتها، والدوله العباسيه في بغداد، والدوله الايوبيه في الشام، ده غير المدن الكبيره والصغيره اللي خلصوا عليها. الناس دي كانت جايه تنهي الاسلام، وقفوا فين بقى؟ عند مصر. مصر هي الدوله الوحيده اللي ما استنتش زي غيرها لما المغول يدخلوها. احنا اللي خرجنا لهم، وهزمهم قطز في موقعة عين جالوت، وكمل المسيره بعده السلطان الظاهر بيبرس وقضى عليهم تماما. وعشان عارف اللي انت هتقوله هوفره عليك، قطز وبيبرس ما كانوش مصريين، بس مين قال ان النصر ينسب للقائد لوحده؟ مصر يا صديقي بلد الازهر الشريف، مناره الاسلام والمسلمين، وجامع علوم الدين. القرآن نزل في مكة لكن اتقرا واترتل في مصر، ودي معلومة أي حد يعرفها. مصر اللي أنجبت مدرسة كاملة في التلاوة اسمها الشيخ محمود خليل الحصري، الراجل اللي فضله علمه مغرق القطر الإسلامي كله. وهي اللي جابت الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى اسماعيل ومحمود علي البنا وكامل يوسف البهتيمي، وعد معايا لبكرة الصبح. مصر بلد الشيخ الشعراوي، الراجل اللي مفيش مسلم في العالم ما يعرفش قدره ومكانته. ومش هو بس، والشيخ محمد عبده والشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد الحليم محمود والدكتور احمد الطيب، وممكن اقعد اعد معاك اسامي كتير قوي. هات لي مجال في العالم ما عندناش فيه اساتذه ورواد. في الفن عندنا ام كلثوم واحمد شوقي امير الشعراء وحافظ ابراهيم وعبد الوهاب وعبد الحليم. عندنا عمر الشريف وعادل امام وسعيد صالح ونور الشريف واحمد زكي. عندنا صلاح ابو سيف واحمد بدرخان ويوسف شاهين وعاطف الطيب. عندنا محمود مختار صاحب تمثال نهضه مصر، ومصطفى حسين ومحمود سعيد وغيرهم كتير. في الادب عندنا نجيب محفوظ والعقاد وطه حسين ويوسف ادريس واحسان عبد القدوس. عندنا الابنودي وصلاح جاهين وفؤاد حداد وغيرهم. في الرياضه عندنا محمد صلاح وعمر مرموش والنني وبيج رامي وكرم جابر واحمد الجندي وفريال اشرف ومحمد رشوان وساره سمير وغيرهم كتير. في العلوم عندنا احمد زويل وفاروق الباز والدكتور مشرفه والدكتوره سميره موسى والدكتور مجدي يعقوب. يا راجل ده كل اسم من دول تاريخ كامل. مصر اللي طول عمرها بتسند الكل من قديم الازل، من ايام المجاعه اللي ضربت العالم كله ايام سيدنا يوسف. كانت مصر ساعتها هي طوق النجاه، والدنيا كلها كانت بتيجي تاخد من عندنا الاكل. مصر اللي دعمت حريه كل شعوب الارض قصاد الاحتلال. في شوارع في افريقيا بتتسمى باسم مصر وزعماء مصر. ده نشيد الوطن الجزائري لحنه ملحن مصري العبقري محمد فوزي. وعلم دوله السعوديه صممه واحد مصري اسمه حافظ وهبه، اول نظام تامين صحي شامل في الولايات المتحده الامريكيه حاطط اسسه عالم مصري اسمه سمير بنوب. مصر هي البلد الوحيده اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى عليها، وهي البلد الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلم فيها الإنسان. مصر هي اللي احتضنت المسيح وأمه السيدة العذراء عليهما السلام وهم هربانين من الاضطهاد والظلم. مصر اللي لها علاقة مصاهرة مع إبراهيم أبو الأنبياء وسيدنا محمد سيد الخلق، الاتنين خلفوا ولد من أم مصرية. ومصر هي اللي استقبلت السيدة زينب في الوقت اللي كانوا اخواتها فيه بيتقتلوا، ودعت لمصر وللمصريين وقالت: يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ده احنا عايشين ببركة الدعوتين دول لحد دلوقتي.